السعادة هي المال. هل النقود تشتري السعادة؟ إن لم يجلب لك المال السعادة فعلى الأقل سيجعلك تعيسا مرتاحا. زمان قبل اختراع الفلوس كان الناس بتتعامل بالمقايضة، يعني مثلا انت معاك قمح وانا معايا رز ونبدلهم مع بعض. المشكلة هتظهر لما انت ما تكونش عاوز الرز اللي معايا وعاوز مثلا سكر، كده هتخليني ادور على حد معاه سكر وعاوز رز عشان ابدله بالقمح اللي معايا. وفضل الوضع على الحال ده لحد ما الناس اكتشفت المعادن النفيسة زي الذهب والفضة، وبقي القمح بقدر معين ذهب والرز بقدر معين ذهب. وبعد كده سموا قطع الذهب والفضة اللي بتبيع وتشتري بيهم جنيه ودراهم ودنانير. وبعد كده ظهر مشكلة ازاي تخزن الثروة من الذهب والفضة، وكان لسه ما اخترعوش الخزن ومش عملي تمشي بالثروة دي في الطرق الصحراوية. وهنا ظهر ناس تعرض خدمة انهم ياخدوا الذهب ويخزنوه ويدوك ورقة او سند يتعهد فيه انه هيرجع لك الذهب لما تديله السند. ومع الوقت لقى الناس التعامل بالسندات اسهل بكتير من التعامل بالذهب، ومع الوقت بقى الاوراق دي اسمها الفلوس، والراجل اللي بيصدر الاوراق دي بقى اسمه البنك المركزي. وبقى لكل دولة مخزون استراتيجي للذهب. ولو شفت صورة للجنيه المصري سنة 1948 هتفهم معنى العبارة اللي مكتوب عليها: اتعهد بدفع مبلغ جنيه واحد لحامل هذا السند. بعد ما عرفت قصة نشأة الفلوس، هل الورقة دي هتكون مصدر للسعادة؟ سمعت كتير عن قصص بتحكي عن الغني التعيس المهموم بجمع الفلوس والفقير السعيد مرتاح البال، وإن أتعس بلد في العالم هي السويد بسبب كثرة الفلوس. ومن كتر ما القصص دي سمعتها اترسخ المفهوم ده عندك. السؤال بقى، هل الكلام ده صح؟ وهل السويد أتعس بلد في العالم فعلا؟ في 2011 نشرت فوربس استطلاع كشف إن في رابط قوي بين مستوى دخل الفرد والسعادة والرضا عن الحياة في معظم الدول. وأسعد الدول كانت الدنمارك وفنلندا والنمسا والسويد، وأتعس الدول كانت كمبوديا وكوموروس وبرواندي وتوجو. ولقوا إن أكتر الشعوب تعاسة هي اللي بتعاني من نقص شديد في الموارد، ودي الحاجة المنطقية. تخيل كده لو أنت مش معاك فلوس وابنك عين ومش قادر توديه لدكتور او حتى تجيب له دواء يعالجه، هل هتكون سعيد؟ تخيل انك مش معاك فلوس تدفع ايجار الشقه اللي انت قاعد فيها وما عندكش مكان تاني تقعد فيه، هل هتكون سعيد؟ تخيل انك مش معاك فلوس ومش قادر تشتري اكل يكفيك، هل هتكون سعيد؟ الدكتور احمد خالد توفيق بيحكي في سلسله مقالات مخلوقات كانت رجالا عن شخصيات فقيره قابلها في حياته. بيحكي عن الناس اللي بتدور على الاكل في صناديق الزباله، والشحاتين في الشوارع، والعيانين في المستشفيات الفقيره. وقال: الفقر المضجع يجبر الانسان على التخلي عن جزء من ادميته. فالشخص الفقير هيعاني من مشاكل كتير ما كانتش هتحصل لو كان معاه فلوس. يبقى الفلوس مهمه جدا على عكس القصص اللي بتسمعها علشان تقنعك ترضى بالفقر وتربط الفقر بالسعاده. طب كده خلاص عرفنا ان الفقر بيسبب التعاسه. طب هل بقى الغنى بيسبب السعاده؟ الفقر في الوطن غربه والغنى في الغربه وطن. شعورك ايه لو كسبت $1,000,000 دلوقتي؟ هل هتكون سعيد؟ طب السعاده دي هتقعد قد ايه؟ العلماء علشان يجاوبوا على الاسئله دي درسوا ناس كسبت اليانصيب وبقي معاهم فلوس كتير علشان يعرفوا تأثير ده على سعادتهم. لقوا ايه بقى؟ لقوا ان فعلا الناس دي حست بالسعاده بس مش لفتره طويله. فبعد اقل من سنه لقوا ان الناس دي رجعوا لنفس مستوى سعادتهم الطبيعي اللي كانوا عليه قبل ما يكسبوا اليانصيب، وما بقاش في فرق بينهم وبين اي شخص عادي ما يكسبش حاجه. معنى ده ان الثروه الكبيره مش معناه سعاده كبيره، علشان الانسان بيرجع تاني لمستوى سعادته الطبيعي اللي متعود عليه. هل معنى الكلام ده ان السعاده ملهاش علاقه بزياده الفلوس على الاطلاق؟ لا طبعا. وفي علماء اثبتوا ان السعاده ممكن نقدرها بالفلوس. في 2009 دانيال كانيمان عالم النفس الوحيد الحاصل على نوبل في الاقتصاد درس مدى تأثير الفلوس في سعادة الناس العادية، وبقى يقارن دخلهم بمستوى شعورهم بالسعادة والرضا. ولقى ايه؟ لقى ان الفقر ما بيسببش تعاسة، واللي بيسبب التعاسة هي المشاكل اللي بتنتج من الفقر ده، هي اللي بتخلي الانسان تعيس. ولقى ايه تاني؟ لقى ان كل ما يزيد دخل الشخص زادت سعادته، بس العلاقة بين الدخل والسعادة هتقف لما الدخل يوصل عند نقطة معينة، بعدها السعادة مش هتزيد بزيادة الدخل. وقدر الحد ده في امريكا بمبلغ $6,250. وما ينفعش تحول المبلغ ده لعملة بلدك عشان تقارن. يعني معنى الكلام ده ان الفلوس هتدينا الشعور بالسعادة علشان يخفف معاناة الفقر، وهتزيد السعادة بزيادة الفلوس فعلا، بس عند نقطة معينة من الغنى هتكون السعادة مرتبطة بعوامل تانية غير الفلوس. السؤال بقى، هل يمكن شراء السعادة؟ الذين يقولون ان المال لا يشتري السعادة لا يعرفون من اين يشترونها. هل في حاجات معينة لو اشتريناها تخلينا سعداء؟ الإجابة ايوه. في ناس بتحس بالسعادة لو اشترى حاجة بيحبها، زي انه مثلا انه يشتروا كتب او ساعات او حتى عربيات، لدرجه ان في مرض اسمه ادمان الشراء. وفي ناس بتروح تشتري حاجات علشان بس يحسوا بالسعاده. طب هل السعاده مقتصره بس على الحاجات الماديه اللي بنشتريها؟ وللاجابه على السؤال ده العلماء عملوا تجربه وفيها ادوا الناس مبلغ معين وقالوا لهم يصرفوه باي طريقه عاوزينها، وبعد ما صرفوا الفلوس جابوهم علشان يشوفوا طريقه صرفهم للفلوس اثرت ازاي على سعادتهم. لقوا ان الناس اللي صرفت فلوسها على حاجات ماديه زي الساعات ونظارات الشمس سعادتهم رجعت لمستواها الطبيعي
طبيعي بعد فتره قصيره. بس الناس اللي صرفت فلوسها انه يعزم صاحبه على السينما مثلا او يتبرع بالفلوس اللي معاه لحد محتاج كانوا اكتر سعاده. والعلماء طلعوا من التجربه دي ان الفلوس لو اتصرفت في نشاط نخلينا نسعد حد تاني فده هيخلينا نحس بسعاده اكبر. علشان كده بتلاقي الناس الغنيه تتبرع بفلوسها للجمعيات الخيريه. طب ليه بيحصل ده؟ ده بيحصل علشان بيزود تقديرنا لنفسنا، ده من ناحيه، ومن ناحيه تانيه بيزود تقدير الناس لينا، وده هيزود المستوى الطبيعي للسعاده عندنا علشان هنحس اننا محبوبين. وفي تجربه تانيه عن نفس الموضوع، العلماء لقوا اللي بيصرف فلوس في انشطه تخلي عندهم ذكريات كويسه زي انك تروح مصيف او تخرج مع اصحابك، الناس دي بتكون اكتر سعاده من الناس اللي بتشتري حاجات ماديه زي الساعات مثلا. طب ليه ده بيحصل؟ ده بيحصل علشان الانشطه دي بتكون ذاكره بتخلي الناس يحسوا بالسعاده كل ما يفتكروها، كأنك اشتريت ذكرى سعيده تفضل في ذاكرتك للابد. اريد ان اجمع قدر من المال يكفي لعلاج الامراض التي ساصاب بها اثناء جمعي. في ناس بتشتغل عشان يجمعوا فلوس وبس ويكون هدفهم الوحيد انهم يجيبوا فلوس اكتر. طب هل الطريقه دي هتزود مستوى السعاده؟ وللرد على السؤال ده العلماء عملوا تجربه وفيه جابوا ناس وقسموهم مجموعتين. اول مجموعه دفعوا ليهم بالساعه مقابل انهم يحلوا مجموعه اسئله، والمجموعه الثانيه دفعوا ليهم اكتر من اللي دفعوه للمجموعه الاولى مقابل انهم يفضلوا قاعدين في مكانهم وما يعملوش حاجه حرفيا. لقوا ايه بقى؟ لقوا ان المجموعه الثانيه حست بالملل اسرع وقرروا ينهوا التجربه اسرع رغم انهم خدوا فلوس اكتر من المجموعه الاولى وكانت مهمتهم اريح. المغزى من التجربه دي هي ان الفلوس لوحدها مش دافع للشغل والانجاز، بل نوع الشغل ومعناها بالنسبه ليك هو اللي بيخليك تكمل. عشان كده ناس كتيره بتستقيل بالرغم ان مرتباتهم عاليه نسبيا بس علشان شغلهم ما ادهمش معنى للحياه وبيشوفوا ان الشغل بيضيع وقتهم اللي هو عمرهم. ناس كتيره بيضيعوا عمرهم علشان الفلوس من غير ما يعرفوا الهدف اللي عاوزين يكسبوا الفلوس علشان. في ناس بيكونوا مخططين انهم يتقاعدوا عند سن ال40 فبيكون هدفهم من الشغل انهم يجمعوا فلوس تكفيهم انهم ما يشتغلوش بعد سن ال40 او حتى انهم بيعملوا شغل خاص بيهم يصرف عليهم بعد سن ال40. يبقى الناس دي فهمت هم عاوزين ايه وحددوا هدفهم ودوروا على الطرق اللي تحقق هدفهم ده. فلو كان هدفهم هو جمع الفلوس بس فده هدف ملهوش نهايه هتفضل تجري وراه وبرضك مش هتحقق. عمرك ما هتكون سعيد الا لما تحدد لنفسك قدر من القناعه. القناعه مش للفقراء بس، القناعه للاغنياء برضه. لو كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. الفلوس مجرد ورق والورق ده مش هو اللي هيجيب لك السعاده. اللي هيخليك سعيد هو الحاجات اللي هتعملها بالورق ده. ناس كتير ضيعوا عمرهم انهم يشتغلوا الليل نهار علشان يجمعوا فلوس بس وبرضه ما حسوش بالسعاده والرضا عن حياتهم وكبروا في السن وما استمتعوش بالفلوس اللي جمعوها علشان مش عارفين هما بيجمعوا الفلوس ليه وفي الاخر بيموتوا ويسيبوا كل حاجه للورثه. الخلاصه الفلوس مش حاجه سيئه، من حقك انك تكون عاوز فلوس ومن حقك تسعى ليه. الفقر بيخلي الناس تحت المستوى الطبيعي للسعاده وبيسبب المعاناه. الفلوس هتزود مستوى السعاده بالتدريج لحد ما يوصل لمستوى معين وبعده السعاده مش هتزيد بزياده الفلوس. صرف الفلوس عشان تشتري حاجه ماديه هيسبب سعاده مؤقته بس لو صرفت الفلوس دي في نشاط او مع حد هيخليك تحس بالسعاده لفتره اطول. الفلوس مش هي الدافع الوحيد اللي هتخليك تشتغل، المهم برضو قيمه الشغل ده ليك. الفلوس مش هدف في حد ذاته، الفلوس دي وسيله عشان تحقق حاجه انت محددها. خليك غني وقنوع. وفي الفيديوهات الجايه هشرح باقي النقط اللي اتكلمت عنها في الفيديو اللي قبل كده. عشان كده اتاكد انك تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واكتب لنا في الكومنتات الفلوس بتمثل لك ايه.